يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في قناة يوميات ماما وجوجو. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة كده عاوزة اهنئكم طبعا بشهر رمضان المبارك، اللهم اهله علينا بالامن والامان والسلامة والاسلام، ونحن لا نشكو هما ولا حزنا ولا فقدا، وتقبل منا صالح الاعمال يا رب. اول حاجه كده النهارده هنعمل مع بعض الفطار. طبعا انا اسفه لان بتاخر عليكم بالفيديوهات يعني، بس باذن الله يعني الله المستعان كده، واقدر اكون عند حسن ظنكم واكون معاكم اول باول باذن الله في الشهر الكريم. بصوا النهارده هنعمل مع بعض الفطار زي ما قلت لكم. النهارده تالت يوم رمضان، طبعا في فيديوهات هتكون نزلت قبل ده، بس هنشوف بقى الفطار بتاعنا النهاردة كان عبارة عن ايه. طبعا انا عملت النهاردة بانيه وكمان سمبوسة كده، بس حشيتها بحشوة سهلة وبسيطة وطالعة طعمها تحفة. اول حاجه كده هنعملها مع بعض هتبقى هي تتبيله البانيه بتاعنا. هجيب بوله كده واحط فيها معلقه صغيره من الثوم المفروم، عليها معلقتين كده من الخل، هحط عليها كمان رشه من السبع بهارات، هحط عليها رشه من الفلفل الاسمر، نص معلقه كده من البابريكا، وكمان رشه من الكمون. تمام، انا بحب البابريكا جدا وبحب السبع بهارات طبعا. لو متوفر عندك اي بهارات انت بتحبيها ممكن تضيفيها. كمان معايا هنا نص ليمونة، وهبدأ كده ايه بقى يعني املح التتبيلة بتاعتي دي، وهبدأ كده انزل بالملح وهبدأ اقلب كده على طول. طبعا دي تتبيلة سريعة، كمان ممكن تعمليه بالتتبيلة دي البانيه بتاعك وتخزنيه بيها في الفريزر، مش بتغير. وكمان لما بتيجي تعملي الكفر بتاعه ما بتفصلش الكفر عن البانيه. تمام، سهلة وسريعة وما بتفصلش الكفر عن البانيه. بدأت بقى كده انزل بالبانيه بتاعي وابدأ بقى ايه يعني ادعكه كده في التتبيلة بتاعتي، بحيث ان هو يعني يتغلف كله بالتتبيلة اللي انا عاملاها معاكم دي. اهو كده خلاص. خلاص خلصت كل كمية البانيه بتاعتي، كل كمية البانيه اللي معايا. هبدأ اغطيها بقى، ممكن احطها في التلاجة او اسيبها كده على الرخامة بره، يعني الجو برد مش هيجرى لها حاجة. بعد كده عملت بلح بالتمر، عملت اسفة تمر باللبن. حطيت كده، كسرت التمر بتاعي وطبعا شطفته شطفة سريعة، وبعد كده حطيته في الكوبايات ونزلت عليه باللبن المغلي وبسيبه كده على الرخام. بعد كده هنعمل الحشوة بتاعة السمبوسة. معايا هنا حوالي عن بطاطساية متوسطة كده سلقتها. بعد كده هبدأ اهرسها معاكم بالهراسة، وهبدأ بقى نبهرها، هنشوف هنحط عليها ايه. حطيت عليها بابريكا، حطيت عليها فلفل اسمر، هحط عليها كمان رشة من الكمون اهو يا بنات. وكمان حطيت عليها ملح، وحطيت عليها عود كده كزبرة، يعني مش كتير، بس بصراحة انا بحبه مع البطاطس، بيديلها طعم تحفة. بعد كده بقى هنزل عليها بحوالي عن نص كوباية من الجبنة الشيدر او الموتزاريلا، او لو عندك جبنه ميكس براحتك، برضو الجبنه اللي موجوده عندك ممكن تضيفيها. ممكن كمان تعمليها كده بس من غير جبنه، بتبقى برضو طعمها حلو. يعني انا مش مكتره الجبنه، ما بحبش الجبنه فيها كتير مع البطاطس، بس يعني بتديلها طعم برضو. تمام، هبدأ بقى الف السمبوسه بتاعت، شايفين طريقه لفها ازاي؟ هعمل بقى دلوقتي الصمغ بتاع السمبوسة. هحط معلقة من الدقيق وهنزل بقى عليها كده بحوالي عن معلقتين من المية، وهبدأ يعني اقلبهم مع بعض كده، بحيث ان كل الدقيق اللي معايا يمتزج مع المية. بس هبدأ بقى الف السمبوسة بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو، بجيبها مثلث كده وارجع الفها المثلث تاني على المثلث الاولاني، وببدأ يعني وبتبقى مفتوحة كده زي ما انتم شايفين اهو، وببدأ بقى ايه الفها تاني اهو. ببدأ بقى احط الصمغ بتاعي كده، اول خليط اللي احنا عملناه اللي هو عبارة عن دقيق ومية اهو يا بنات. هعمل واحدة كمان معاكم،
هعملها كده زي مثلث والف المثلث على بعضه لحد ما اوصل للشكل ده اهو. هعمل واحدة كمان اخيرة معاكم. اهو يا بنات دي بقى يعني تنيت الطرف كده عليها كده، خلاص خلصت كل كمية السمبوسة اللي معايا. هبدأ بقى اعمل الكفر بتاع البانيه. معايا هنا بقسماط سايب من عند العطار، وكمان فيجيتار سايب من عند العطار. بس الفيجيتار اللي سايب من عند العطار لو عايزة تبهريه ممكن يعني ممكن تشوفيه الاول لو هو متبهر. تمام، مش متبهر ممكن تحطي عليه البهارات اللي انت عايزاه. بعد كده بقى جبت البيض بتاعي، طبعا مبهرة البيض بتاعي. بعد كده جبت البانيه نزلته في البيض، بعد جبته من البيض نزلته في الفيجيتار. عاوزه اقول لكم ساعات كتير لما بيبقى ما عنديش بيض، يعني لما بيبقى ما فيش بيض مش موجود او مش متاح، بطلع من التتبيله دي احط في الكفر كده على طول. بس اهم حاجه تضغطي ضغط، يعني تضغطي على البانيه بتاعك كده وانت بتحطيه في الفيجيتار. تضغطي جامد بحيث ان الطبقة دي تبقى متماسكة مع مع الفراخ نفسها. تمام. بعد كده خلاص خلصت كمية البانيه اللي معايا وسبتها كده على جنب. هنعمل بقى مع بعض كده طبق مكرونة سهل وسريع. اول حاجة نزلت بمعلقتين كده من الزيت، بعد كده نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم. هبدأ بقى اشوحها كده، انا مش عايزاها تاخد لون، انا بس عايزاها تنزل الزيت اللي فيها، يعني تدي طعم الزيت اللي فيه التوم، يدبل التومة بس. تمام. بعد كده بقى هنزل بالصلصة، طبعا الصلصة دي متسبكة يعني. نزلت بقى بكمية الصلصة اللي معايا دي، هسيبها بقى تغلي شوية، بعد كده هبهرها بالبهارات اللي معايا دي. هنزل عليها الاول بفلفل اسمر، وكمان هرش عليها رشة من الملح. اهو يا بنات، انا ما بحبش اكتر بهارات في المكرونه بالذات عشان ما تضغيش على طعمها. هبدأ بقى انزل بالمكرونه بتاعتي كده، هسويها في قلب الصلصه. هبدأ بقى اديلها تقليبه كده على السريع. وهبدأ بقى دلوقتي ازودها معاكم ميه، بس الميه اللي هزودها هتبقى سخنه. اهم حاجه طبعا تزوديها ميه سخنه، لان لو زودتيها ميه بارده هتكلبش كده وتعجن معاكي. تمام. وكل شوية وقت ما تغلي اهدي بقى النار عليها، وكل شوية اقلبها بحيث ان هي ما تلزقش وتفضل مفلفلة معايا كده لاخر واحدة. اهو يا بنات خلاص شايفين بدأت تنشف معايا اهو. هبدأ اقلب بقى، كل ما تنشف اكتر كل ما اقلب اكتر. بعد كده هنحمر بقى مع بعض السمبوسة وكمان البانيه في زيت غزير. بدأت بقى انزل بالسمبوسة بتاعتي، هي مبتاخدش وقت خالص. وطبعا في الطاسة اللي هناك دي حطيت فيها البانيه كده، وكل شوية بس يعني يعني ما بقلبش فيه كتير. اول ما ياخد لون من الوش الاولاني، طبعا النار متوسطة، برجع اشيله بقى واحطه على الوش التاني. تمام. السمبوسة برضو ما بتاخدش وقت معايا خالص. طبعا انا هنا برضو مسرعة الفيديو معاكم، يعني هي بتاخد وقت شوية بس. النار تكون متوسطة برضو، وخلي بالك منها لانها بتتحمر بسرعة. اهو يا بنات، وكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ووصلنا هنا لاخر الفيديو. كده بقى جوجو بتحط الاكل، يعني خلاص كده بقى، خلاص المغرب كان القرآن قال، وكان المغرب بدأ يأذن. شايفين بقى طبق البانيه بتاعنا؟ عاوزه اقول لكم ان البانيه تحفه بجد.
الكفر بتاعه مش بيطلع من عليه بسهولة، لا ماسك فيه كده. ما شاء الله. هو ده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة، وكان الفطار بتاعي النهاردة. يا رب يعجبكم، بس لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في